فاكر اني مش عاوز اروح المدرسة عشان كسلان او مكبر راسي، يعني زي ما بيقول. ما يعرفش انا مستنيني ايه، ما يعرفش انا كل يوم بنام افكر في ايه. نفس المكان هو، نفس الكلام اللي هيقولهولي، الحاجات اللي بيضحكوا بيها عليا، وصوري اللي بقت ميمز وستيكر على الواتساب. وكمان هم نفس الناس اللي هتتفرجوا وتقول يا عيني هم بيعملوا معاك كده ليه، ونفس الناس التانية اللي هتقعد تضحك. وابقى محتار اعمل ايه. جربت ارد عليهم، عنفهم بقى يزيد. جربت اسكت، عنفهم برضو بقى يزيد. وخايف اروح اقول لبابا يقول لي ارجل، انشف، رد عليهم. ما يا عم انت لو انا عارف ارد عليهم كنت رديت. للاسف انا مش عارف، وحاسس اني ضعيف. بقيت عامل زي الفار اللي محبوس في المصيده، خايف اروح اقول له هو يروح يتصرف فيقولوا شفت الولد الصغير جاب ابوه عشان يعرف يتصرف، وابقى مسخط الفصل. وخايف ما اقولوش اتضرب. بقيت يوم اقول انا مصدع، يوم اقول انا بطني وجعاني، يوم اقول بابا انا هقعد اذاكر في البيت عشان الاقي حاجه تانية. انا محتاج حد يسمعني، حد يفهمني، حد يقبلني، حد يساعدني اتصرف مع الناس اللي بتأذيني. وانا حاسس اني اقدر اعمل ده ومستعد اعمل ده، وراسي مش مطاطية. انا مش عارف اعمل ايه، ولا بابا كمان عارف يساعدني. تابعوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا الدكتور هيقول ايه.